إليكم ثلاثة من أغرب الأشياء التي عثر عليها في الأشجار. في عام 2022 كان صاحب منزل في ولاية أوريغون يقطع شجرة بلوط ميتة عندما لاحظ شيئا عالقا في تجويفها. كان بداخلها علبة معدنية محكمة الإغلاق تحتوي على 87 ألف دولار نقدا ومذكرة مكتوبة بخط اليد تعود لعام 1983. أبلغ الرجل الشرطة التي تتبعت خط اليد إلى رجل توفي قبل 15 عاما، وبعد انقضاء المدة القانونية قضت المحكمة بأنه يحق له الاحتفاظ بالمال. في عام 2018 كان فريق إزالة أشجار في ولاية جورجيا يقطع شجرة صنوبر ضخمة عندما اصطدم منشارهم فجأة بشيء صلب. توقفوا ووجدوا خزنة مقفلة عالقة في جذر الشجرة نتيجة نموها على مدى عقود. بعد قطع ما حولها وفتحها اكتشفوا كتبا مصورة قديمة وبطاقات بيسبول نادرة بقيمة 120 ألف دولار، لكن مالك الأرض ادعى أن كل ما عثر عليه في أرضه ملك له وهدد برفع دعوى قضائية، لذا اضطر الفريق إلى تسليم كل شيء ولم يحصلوا على شيء في المقابل. في عام 2016 كانت امرأة في ولاية فيرمونت تقلم أرصان شجرة قيقب قديمة عندما لاحظت صندوقا معدنيا غريبا مثبتا في أعلى الشجرة. بعد أن صعدت باستخدام سلم فتحت الصندوق ووجدت رسائل وميداليات وسندات ادخار تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ولكن عندما أنزلت الصندوق انزلقت على الدرجة الأخيرة وسقط منها. تسبب السقوط في كسر زجاجة حبر قديمة بداخله، فتسرب الحبر على كل شيء مما أدى إلى تلف الرسائل وانخفاض قيمة السندات. ما كان يمكن أن يساوي 65 ألف دولار انخفض إلى 8 آلاف دولار وباعته بخسارة فادحة.